هل بدأت شيئا من قبل وأنت في قمة الحماس؟ هل شعرت أنك قادر على فعل أي شيء وقادر على تغيير كل شيء؟ ثم بعد فترة تقل الطاقة تدريجيا ويختفي الحماس شيئا فشيئا، ثم تتوقف. إن كان هذا قد حدث معك فدعني أقول لك الحقيقة كاملة: أنت لست وحدك. معظم الناس يمرون بهذه المرحلة، ولكن الفارق الحقيقي ليس في من يسقط، وإنما في من ينهض ويواصل الطريق. المشكلة ليست أنك فشلت، المشكلة أنك تنتظر الشعور وتنتظر الحافز وتنتظر يوما تستيقظ فيه وأنت جاهز تماما. ولكن الحقيقة التي لا تقال كثيرا أن الحافز لا يأتي أولا، الحركة هي التي تصنع الحافز. بمعنى أوضح، أن تقوم وتعمل حتى وأنت غير راغب، وحتى وأنت متعب، وحتى وأنت تشكك في نفسك. في تلك اللحظة بذاتها يبدأ الحافز في الظهور. معظم الناس يتوقفون عندما يزيد التعب، وعندما تتأخر النتائج، وعندما يسمعون كلاما سلبيا يضعف عزيمتهم. ولكن من قال إن الطريق سهل، لو كان الطريق سهلا لوصل الجميع دون عناء. الفرق بين شخص نجح وشخص توقف في منتصف الطريق ليس الذكاء ولا القوة ولا الحظ. الفرق الوحيد أن شخصا واحدا قرر الاستمرار حتى وهو يتألم. دعني أكون واضحا معك: النجاح ليس شعورا، النجاح التزام. أن تفعل ما يجب عليك فعله حتى وإن كنت غير متحمس، وحتى وإن كنت غير واثق، وحتى وإن لم تر نتائج واضحة. الالتزام أن تستيقظ وتعمل، ليس لأنك تحب ذلك، بل لأنك قررت ألا تتراجع. أكبر خدعة في الحياة أن تنتظر اللحظة المثالية. تلك اللحظة غير موجودة، ولن تكون جاهزا بنسبة 100%، ولن تشعر أبدا أن الوقت مثالي. الجاهزية تأتي بعد البداية وليس قبلها. ابدأ بشيء صغير، شيء تستطيع فعله اليوم، حتى ولو كان خطوة بسيطة، وحتى ولو كان التقدم بطيئا، فالتقدم البسيط خير من انتظار كبير لا يأتي أبدا. وخلال رحلتك ستشعر بالوحدة، وستشعر أنك تسير وحدك، وهذا أمر طبيعي، لأن معظم الناس يتوقفون مبكرا. الوحدة ليست ضعفا، الوحدة مرحلة تفصل. من قرر الاستمرار عمن كان متحمسا فقط. ليس كل من سار مع الجميع وصل، وليس كل من سار وحده ضاع. أحيانا يكون الطريق الصحيح فارغا، وإن شعرت أنك وحدك فتذكر جيدا: هذا ليس عقابا، بل اختبار. اختبار يسألك سؤالا واحدا: هل ستكمل أم ستعود؟ لا تقلل من حلمك لإرضاء الآخرين، ولا تقلل من نفسك لتناسب العالم. أنت لم تخلق لتكون نسخة مكررة، أنت خلقت لتكون أصلا. وفي يوم ما ستظهر النتائج، ليس فجأة، ولكن فجأة بالنسبة لمن لم ير تعبك. وعندها ستفهم أن كل خطوة صعبة كانت تبنيك. وإن لم تصل بعد، فهذا لا يعني أنك فشلت،
بل يعني أنك ما زلت في الطريق. استمر حتى ولو كان ببطء. استمر حتى ولو كنت وحدك. وإن احتجت كلاما يثبتك ويذكرك لماذا بدأ، فاشترك في القناة. المحتوى القادم ليس لمن يبحث عن حافز مؤقت، بل لمن قرر أن يغير حياته حقا. واكتب لنا في التعليقات ما الشيء الذي بدأته ولم تكمل، وما الذي يوقفك الآن. ربما تكون قصتك السبب في ألا يستسلم شخص آخر.